انت بتعمل ايه؟ استنى بس، ده احنا هنبقى أغنياء. عايز تركب عربيه؟ عايز تروح المالديف وتشوف الحياه؟ شايفك يا فقيري جعان. عايز تتشهر زيي وتبقى غني كده زي ما انا غني؟ خش على الكورس دلوقتي، هتلاقي كورس التليجرام تحت. خش اشترك فيه. مستني ايه بدل قعدتك جايه كده زي العجل؟ ما تستفادش اي حاجه. من مجرد بس اللي انت في التليفون هتدوس على شويه زراير. التليفون العده اللي في ايدك اللي انت بتتفرج عليا دي، هتدوس على شويه زراير تبقى غني، هتروح المالديف. مستني ايه؟ خش يلا واعمل لايك وشير واشتراك، واستنى كمل معايا الفيديو. ايه يا اسطى، فكرت هتجيب الفراري ولا اللامبورجيني؟ بص، لو ناوي تخش المجال دوت او لسه ما دخلتش، او لو دخلت اصلا الفيديو ده اكيد ليك، لان كده كده اساسا ممكن كلامي ما يعجبكش وتنزل تحت في الكومنتات تهاجمني، بس كده كده اساسا فكرتي مش هتتغير، وممكن نبقى نتناقش في الحوار ده تحت في الكومنتات، يبقى قول لي رايك. بس تعالى كده بقى معايا، هاخدك في رحله تداوليه في اساس الموضوع نفسه، وعشان كمان تراجع ورايا هحط لك تحت مصادر وهكلمك عليها كمان وسط الفيديو. بقالنا كام يوم كده، او الصراحه هم كام سنه، وبالاخص دلوقتي في الازمه الاقتصاديه اللي حاصله في مصر، والناس كلها عماله تدور وتروح عايزين نجيب فلوس منين، فالحوار زاد قوي دلوقتي. يقول لك بقى الحق خش التداول، هتعمل فلوس، هتجيب لامبورجيني، هتجيب فراري، هتروح شين، هتعمل ايه؟ كله دلوقتي بيجري ورا حلم الفلوس واللي بيجي بسرعه، الغنى السريع بمعنى اصح، ودلوقتي منتشر كتير قدامنا، ومش فارقه بقى معاكم قانوني مش قانوني، حلال ولا حرام، المهم نجيب فلوس وخلاص. تعالى كده واحده واحده هنفكروا سوا. قبل ما نبدا كلام كده، عشان حاجه هنحتاجها قدام وهنتكلم عليها كتير، وهي هو الامور بيتلعب ازاي. التعريف العام، وهو انك بتكسب فلوس تحت مسمى الحظ. ازاي بقى؟ مثلا انك تخش رهان على كوتشينه، رهان على لعبه زهر، الحاجات بقى بتاعت اليا نصيب زيها زي مسابقات التلفزيون والحلم والضحك والحاجات دي. والتعريف العام بقى هنا ان انت بتكسب فلوس على حساب الحظ والسهوله. طب ده يفيدنا في ايه؟ تعالى كمل معايا الرحله. ايه بقى هي كلمه التداول، وايه اساسها؟ اساسا معناها تداول عادي، انك بتبدل حاجه بحاجه تانية، ولو معناها اقتصادي ادق شويه وهي المضاربه. طب ايه هي مثلا انواع؟ عندك مثلا حاجه زي تداول العملات الرقميه، وتداول الفوركس، وتداول اسهم الشركات، وتداول النفط، ودي مالناش دعوه بيها، والتداول في الصناديق الاستثماريه، ودي حاجه لها دعوه بالاستثمار، بكلمك عليها في الاخر خالص مش دلوقتي، انا كلامي كله هيبقى على اول ثلاثه. عندك مثلا تداول الفوركس او تداول العملات الرقميه، ولا زي انك بتشتري عمله اجنبيه. لو نفترض اشتريت دولار من سنه كان ب 15 جنيه، دلوقتي الدولار ب 30 جنيه، لو جيت بعته انت كده كسبت ربح 100%. وده عادي، انك اشتريت عمله تقيله عن بلدك شويه وقيمتها زادت، وبعد كده فكيتها وانت كسبت الربح، وده كان عادي ما فيهوش اي حاجه. بعد كده اتحدث شويه بقى حوالات بنكيه وبتاع، وحصل برضه عليه شويه خلافات، وبعد كده قال لك عادي تاني وما تكلموش فيه. وانت هنا بتشتري عمله ليها بنك مركزي معروف جدا، وكده كده بقى هتشتريها وتحولها وعادي براحتك، دي كده كده تجاره ما فيهاش اي مشاكل. طب ايه حوار بقى الفوركس الرقمي، او الحوار اللي طلع جديد دلوقتي بقى في فوركس رقمي او تجاره العملات الاجنبيه عن طريق التليفون، وكل حاجه بتمشي، انت بتعملش اي حاجه غير مجرد انك بتدوس زراير. ازاي بقى؟ ودلوقتي انت بتخش على موقع من المواقع ديت، وبيعتبر البرنامج دوت وسيط بينك وبين الشاري، وبيبقى هو ده شركه السمسره اللي بينك وبينه، طبعا هياخد منك نسبه. وهنا بقى بيبدا ان انت تعمل حاجه اسمها مضاربه. ازاي بقى؟ حضرتك بتخش على شاشه من الشاشات ديت، وبتخش هتفضل مبحلق فيها طول اليوم، ما تعملش اي حاجه غير كده، وتفضل باصص في الشاشه. عندك بقى هنا تلاقي الدولار نزل تروح شاري دولار، عالي تروح بايعه، اليورو نزل تروح شاري، اليورو عالي تروح بايع، ودي اللي بيبقى اسمها مضاربه، او بمعنى صح بتخش في حته زي القمار زي ما شرحت لك فوق. لان انت هنا بتراهن انك انت مثلا لو اشتريت العمله ديت كمان 5 دقايق او نص ساعه يا سيدي هتعلى، فكلنا هنجري نبيع. وهنا بتبقى قايمه على الرهانات والمؤامرات والمضاربات. تيجي هنا تخش صفقه، هوب فلوسك بقت الضعف، ممكن تخش صفقه تانية تلات ارباع فلوسك تقع، فانت هنا بيقع عليك ضرر. ودي حاجه طبعا الشغلانه دي كلها انت بتبقى شريك فيها مع شركه السمسره، والمفروض طبعا لما تبقى شريك مع حد خلاص المكسب والخساره مع بعض. لا، شركتنا بقى بتعمل ايه؟ على المكسب حبيبي واخويا وفين نسبتي يا احلى متداول، عندما تخسر خلاص بقى روح انت اخسر مع حالك. تالت حاجه ان انت بتبقى مش بتشوف في الشاشه الحقيقيه، بتشوف في شاشه بتعرض من السوق العالمي، واحيانا كمان يبقى فيها لعب بس حاجات بسيطه كده عشان محدش ياخد باله. ده غير ان في كمان شركات بيديك تمويل او حاجه هنا كده زي الجرد، ان انت بتشغله له وبتدور عليه فايده، وهنا بيخش حته الربا. كل الحاجات دي بقى اللي خلت او كل علماء الفقه والاسلام اتفقوا على حرمانيه المجال ده. لا يا عم، ده بقى في شركات فوركس حلال وفوركس اسلامي وحاجات غريبه من اللي طالعه دلوقتي، لو اتشال منها كل حاجه انا قلتها، واللي غالبا ممكن ما يتشالش الحته بتاعه المكسب والخساره، لان الشركه هتهتم في مصلحتها قبل منك اصلا، وبرضه هيضحكوا عليك. الحوار دوت كان متكلم فيه بتوضيح اكتر الشيخ عبد الله الرشدي، هسيب لك الفيديو تحت بتاعه تحت صندوق الوصف، يبقى برضه بص عليه. وده كله بالنسبه للفوركس او تداول العملات الاجنبيه. ونيجي بقى هنا لتداول العملات الرقميه، ولو مش عارف ايه هي العملات الرقميه كنت عامل عليها الفيديو اللي فات على طول، يبقى ارجع شوفه عشان تعرف انا بتكلم عن ايه. والنهارده هنتكلموا عن تداولها، ايه نظامه بقى. طبعا زيها زي مواقع الفوركس والحاجات العبيطه اللي انت كلمتك عنها، واللي يقول لك اطلع وهتجيب وهتعمل وهتسوي،
وزيها زي ما قلت لك ان دي بتبقى ضربة حظ، زي ما حصل في قصة قبل كده في 2013. كان لسه البيتكوين لسه في البداية خالص، كان عبيط اصلا كان ممكن يتقفل الالعاب، كان حاجة مش محتاجة. طلع واحد وقال لك استثمروا في البيتكوين واشتروا يا جدعان بيتكوين حتى لو كان ب1 دولار، والراجل فعلا طلع وقال لك انا عن نفسي اشتريت ب100 دولار بيتكوين. تيجي تشوف الراجل دلوقتي بقى خلاص من اغنياء امريكا وطيارات وعربيات وبتاع، بس خلاص دولار ظهر لعب معاه ومبقاش من ضمننا دلوقتي. حتى هنا في مصر في شهر 9 سنة 2022 نزل قانون جرم تداول العملات الرقمية أو المشفرة، وكانت العقوبة كانت الحبس وغرامة تتراوح ما بين مليون ل10 مليون جنيه مصري. تمام بقى، هل ده بقى حرام ولا حلال؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ استنى يا عم بنتداول يا عم في ايه؟ ما قلنا بطل عبط بقى يا ابني. تمام بقى، هل ده بقى حرام ولا حلال؟ طبعا زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، هي حتى الان محيره هل دوت حاجه استثماريه ولا عمله ممكن الناس تستخدمها. طبعا فهمتك ازاي سوق العملات الرقميه متخلف قد ايه، وازاي بيطلع وبينزل بشكل مرعب، انت ما تقدرش تمسكه او تحدده بحاجه معينه. والعمله حتى الان ملهاش اي مصدر او بنك او حكومه دوليه بتتكلم عن الحوار دوت. بس اخر تحديث قلته لك ان العملات الرقميه بعد كده هينزل من بنوك مركزيه كدول كتيره. انا اشترك الحوار ده الفيديو اللي فات، وان مصر كمان من البنوك المركزيه اللي هتنزل عمله رقميه. ومن هنا ساعتها اقول لك ان العملات الرقميه عادي انك تشتريها، لان هنا هتبقى من بنوك مركزيه بجد قدامنا. ولحد ما الحوار ده يحصل انا من اوائل الناس اللي هتطلع تقول لك اشتري عملات رقميه واستثمر فيها وهنشتغل في الحوار ده سوا. وطبعا برضو هنا اجتمعوا اغلبهم على تحريمها، لان برضو عايزين يعرفوا مصدرها، ملهاش اي مصدر، لحد كمان ما تبقى عمله اساسيه ويتعرف لها مصدر معين، وكمان تزيد شيوع بين الناس. وهنا في العملات الرقميه السوق اللي بيتلاعب كتير قوي، وهنا بيدخلنا في حته من حته المضاربه، وبرضه في حته القمار. وبالمناسبه كان بيتكلم عليها برضه الشيخ عبد الله رشدي، الحته ديت هحط لك الفيديو بتاعه برضه تحت في الوصف، يبقى راجع ورايا. قبل ما اتكلم بقى عن شويه اسئله وحاجات كمان بتدور في دماغك اكيد، اقول لك برضه عن ايه هو بقى تداول الاسهم ده. وطبعا هنا هو بيستثمر في الاسهم عادي. وبالمناسبه هتكلم في حوار الاستثمار دوت قريب قوي، عشان في حوارات كويسه كتير قدام، بس هفهمك الحته دي دلوقتي. وده بقى بيحصل ازاي؟ عن طريق هنا ان بتبقى في شركه جايه جديد وهتقول لك مثلا ان احنا هنعمل اكتتاب في سوق البورصه، وانها محتاجه اسهم بسعر 5 مليون جنيه مثلا. يوم كذا هيفتحوا العرض ده، كله هيشتري. وفعلا بيجي يوم كذا وكل اللي بيشتري دب 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 اجري يشتري. وطبعا الفلوس دي بتدي دفعه جامده للشركه وبتخلي الاسهم تضرب في السقف. وممكن بقى انت بحريتك برضو بعدها بفتره مش قصيره قوي، بس في نفس الوقت ان انت ممكن تلاقي فلوسك اتضاعفت ولا حاجه في الشركه، وانت برضو قرارك ان انت ممكن تبيعها، انت خلاص انت مبسوط بالمكسب ده. ممكن برضو ان الشركه مع الدفعه اللي هي طلعتها ديت تروح واقعه، الاسهم تقع على وشها تاني، وبرضو انت تخسر. فدي بتبقى اسمها المضاربه، ودي برضو اللي عليها اختلاف هل هي حلال ولا حرام، عشان بتخش برضو في حته من حته المؤامره زي ما قلت لك. وده مش حوارنا دلوقتي. بالنسبه بقى لتداول صناديق الاستثمار، ودي حاجه انت ما بتشتغلش فيها، انت عباره عن بيبقى صندوق استثماري مجمع اكتر من شركه، وانت بتحط فلوسك فيه، لكنك بتديها مثلا لخبير اقتصادي، وهو اللي بيبقى مسؤول عن الصندوق ده، وهو بقى اللي بيقرر هو هيحط فلوسك هنا وهيشيلها ويحطها هنا وهكذا. وبيبقى الربح عليها قليل شويه، اقل من الاسهم العاديه. هنتكلم عن دي في فيديو الاستثمار مش دلوقتي. تيجي بقى اول حاجه تيجي في دماغك، طب يا عم لو انت بتقول علينا ان الشركات نصابه وكلنا نصب وبيتنصب علينا، ازاي في ناس بتطلع منه فلوس زي الرز؟ وهنا بقى تيجي التركه، والحوار ده طلع وراه لعبه كبيره قوي بتحصل عليك انت يا معلم. ازاي بقى؟ وطلع بقى اغلب دول يا معلم مش شغالين بالتداول اصلا، شغالين بالافيليت ماركتنج او التسويق بالعموله. ازاي بقى؟ عن طريق اللي هم بيعملوا تعاقدات وحسابات في حته تانية اصلا بس تبع الشركه ديت، بحيث اللي هو كل ما يجيب ناس اكتر كل ما ياخد فلوس اكتر. وهو ده بيبقى على العقد، هات لي مغفلين هتاخد فلوس. وفي الاخر طلع اللي قدامك دوت ولا متداول ولا حاجه، ويجي يقول لك بقى اجروا المتداولين ومش عارف ايه واعمل لك شغلانه، ويقعد يعظم لك في الشغلانه خلاص عشان انت عينك تلمع وتطلع تجري ورا الحوار. يا عم ماشي، ده بيبقى في ناس طالعه باصول وفلل وعربيات، كل ده بمجرد بس انه بيسوق بالعموله. لا يا معلم عادي، ده مجرد اعلان ومدفوع لاجر واستوديو بقى وحركات وبتاع، اول مره تعدي عليك يعني. المهم هنا والشعار بتاعهم هات مغفلين اكتر تاخد فلوس اكتر ودلعني يا معلم. لا وكمان ايه، دول بينصبوا على المسويين نفسهم اساسا ويدوهم ربح من الفلوس المحطوطه بس. فايه اللي بيحصل بقى هنا؟ مثلا لو حط 100 دولار عن طريق شخص معين ما بياخدش عنده اي ربح، اول ما بيخسر من ال 100 دولار دول 50 دولار مثلا، بيبدا ياخد ربحه من ال 50 دولار. حلو. لو كسب بقى من 100 دولار دول 150، انت برضه لسه ما بتاخدش ربح. خسر ال 50 دولار اللي هو كان كاسبهم، برضه مالكش اي ربح. انت هنا بتكسب من ال 100 دولار اللي هو حطها بس. لو خسرها كلها بتبدا انت بقى تاخد ايه، تاخد الربح بتاعك وايه، وينقطك بقى بمعنى اصح. بس الحوار ده بقى بيطلع فلوس جامده قوي. لو انت بقى عايز تبقى نصاب وتنصب على الناس، خش يا معلم في الحوار ده براحتك. وبرضه هنا كان شارحها واحد اسمه مصطفى هشام، وهحط لك برضه الفيديو برضه بتاعه تحت في صندوق الوصف. فيديو كان كويس شويتين تلاتة، رغم انه برضه في الاخر ماركت للكورس بتاعه بتاع الفوركس، وقال لك فوركس حلال وكده. ولسه انا ما شفتش الكورس بتاعه ولا عرفت هو بيتعامل على ايه.
عشان كده مش هحكم على الكورس بتاعك، بس الفيديو الصراحه كان كويس. واخيرا بقى في اخر الفيديو الطويل اللي مش عارف هيبقى جزئين ولا جزء واحد، ولو وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد اقتنعت بكلامي ومكمل في الحوار ده. نصيحه مني بقى، كبر دماغك من الناس دي كلها واللي يقول لك هتطلع فلوس بسرعه وطلع فلوس من تحت الارض وبضغط الزراير ومش عارف هتجيب كام دولار من التليفون والشغل اللهبل ده. انا عارف ان الحاله صعبه وطايله الكل، والحاله من الاخر زي الزفت على الكل، مش عليك انت بس انت بطل تخش على الناس كتير، طور من نفسك واشتغل كتير وتعلم كتير، واي حاجه تيجي قدامك اتعلمها، واي حاجه في مجالك بالذات في الكمبيوتر والاجهزه برضه اتعلمها. ده لازم تعمل كده، مش حاجه انت تكون بتحبها او كده يعني، لان الموضوع بجد اخطر مما متخيل. وما تسيبش دماغك تسوحك للناس بتوع الثراء السريع ومش عارف ايه والشغل ده كله، لان ده مش هينفعك قدام. واي حد دلوقتي بيفهمك ان الفلوس بتيجي بالساهل، اعرف ان انت اللي بتجيب له فلوس مش انت اللي بتعملها. وكمان كده لازم تحط في دماغك اي سلعه مجانيه شايفها بتتباع قدامك، اعرف ان انت السلعه مش هي. وعرفني في الكومنتات انك وصلت لحد هنا وكملت كلامي للاخر، ابعت كده اي ايموجي مميز اقدر اعرفك بيه وارد عليك في الكومنتات عشانك انت مخصوص. بقول لك يا اسطى ان بجد بحبك، وانك قدرت الفيديو وقدرت كميه التعب اللي انا تعبتها فيه، كميه الوقت اللي خدتها عشان افصص لك الحوار بالمنظر اللي انت شايفه ده، رغم انه ممكن ما يتقدرش بس عادي يعني. المهم شكرا جدا ليك لو انت وصلت لحد هنا. وبس كده نكون خلصنا الفيديو، ورب نكون فدناكم. ومتنسوش العمل باللايك والشير والاشتراك بتوعك، ومع السلامه.